اهلا بيكم يا حلوين في فيديو جديد. النهارده هشارك معاكم روتيني الصباحي، هنعمل كذا حاجه مع بعض. يلا نبتدي اليوم. اول حاجه هعملها هاخد شاور كده لذيذ عشان افوق. هحضر بيجامتي وهحضر معاكم الحاجات اللي هستخدمها. هستخدم ده. قولولي انتوا كمان بتحبوا تبتدوا يومكم بايه. بحب احط مسك قوي الصبح. وقتي هسمع حاجه وانا بعمل سكين كير معاكم. وأرسل لك أعظم رسول وأهداك أعظم كتاب وجعلك من أب وأم مسلمين وجعلك آخر أمة من الأمم، يعني أنت أقل فترة مكوثة في القبور. مع هذا كله أنت شاهد يوم القيامة على الأمم، أنت شاهد يوم القيامة على كل الأمم التي سبقتك. فوق 100,000 نبي جو، أنت يوم القيامة تشهد لهم. شوف ربنا كم هو كريم معانا. هذا في هذه الدائرة. أما تعال في التشريع كم أكرمنا، كم خفف علينا. تعال في دائرة المعاصي كم هو كريم معانا، إنه ما يأخذنا عند أول معصية. شوف، ما يأخذك من أول معصية، تعصي وتخالف وتروح وتعصي وتعصي وتعصي، ثم تأتي وتستغفر فيتوب عليك. كريم سبحانه وتعالى، كريم سبحانه وتعالى. ونحن كذلك يجب أن نتعلم هذه الصفات من الله عز وجل. فأنت لازم تكون كريم، كريم مع الناس، كريم في عطائك وفي أخذك، كريم في بيعك وشرائك، كريم في عفوك ومسامحتك للناس. فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كان الله سبحانه وتعالى يعني يريد أن يقول لك الجزاء من جنس العمل. يا رب اغفر لي. طيب يا أبو يوسف فلان جاء يطلبك، سامح الله يسامحك، مد يدك الله يعطيك سبحانه وتعالى. فربي سبحانه وتعالى كريم، والكرم هذا مع أسماء أخرى تكتمل الأسماء الجميلة العظيمة سبحانه وتعالى. فقد يكون إنسان، وهنا أتكلم عن الإنسان، كريم لكن ليس حكيم، فيعطي المال في غير مكانه، ما يعطي عياله، ما يعطي كذا فأفسدهم. هو كريم، هو في العطاء كريم لكنه ليس بحكيم. لكن ربي كريم وحكيم وعليم سبحانه وتعالى. هشرب كوبايه ميه. الفترة دي بحب اشرب ميه كتير عشان الشتا بشرتي بتبقى جافة قوي. دلوقتي هبتدي اقرا الورد القرآن بتاعي. هاخدكم معايا عشان نحضر الفطار. وكأن لازم يكون غني، لأنه يسمعنا عن الرزق. أنا ما صرت غني، أنا سعيت بس ما صرت غني. لم يكتب الله عز وجل لك أن تكون غنيا. ترى مش لازم تكون غني، لعل الله عز وجل علم سبحانه وتعالى أن الفقر خير لك، فهو ما فتح لك خزائن المعرفة، خزائن القبول، خزائن أخرى فتح لك، ما فتح لك خزائن المال. وقد يفتح لك خزائن المال ويذكرك بالرزاق. شوف الفلسفة هنا. انا دلوقتي عملت نسكافيه وهبتدي اذاكر. عايزه اقول لكم ان انا بعد ما فطرت نمت تاني ساعتين.
بس هبتدي اذاكر عشان عندي شامل انجليش، وعايزة ارد على كام سؤال كده انتوا بتسألوني ان احنا ازاي ننظم وقتنا في ايام المعسكرات. بصوا يا جماعة، هي كده كده لازم نذاكر اساسا اضعاف الوقت اللي احنا بنذاكروه في العادي، عشان احنا طبعا عندنا يعني في اليوم الواحد مطلوب مننا ان احنا نخلصه كذا مادة، وانا اساسا في العادي كنت بذاكر كل يوم مادة واحدة، بس دلوقتي طبعا انا بذاكر كذا مادة في اليوم عشان الحق اخلص. فانا اللي بعمله لما يبقى عندي كذا حاجة كده ان انا ببدأ اكتب في ورقة الحاجات اللي عليا كلها، وبوزعها على الايام اللي بقيالي في الاسبوع على حسب انا بقيلي كام يوم يعني، وببدأ اخلص كذا حاجة. وحاجة برضو عملتها يعني خلتني يبقى عندي وقت اكتر وافضى، ان انا خلصت مادة يعني المواد اللي بدري خلصتها، مثلا الاحياء المستر محمد ايمن خلص من يوم 20 يناير، فانا حاولت ان انا اخلص معاه واخلص التراكمات عشان ايه يبقى فاضي يعني مثلا مادة واحدة فاضية ما ذاكرهاش. وعملت كده مع الفيزياء. ودلوقتي هخلص الانجليش، يعني ده الامتحان الشامل وخلاص، بعد كده اجازتي في الانجليش عشان افضى للعربي والكيمياء اللي هما ايه اكبر مواد بقى، واللي هما اللي هيكملوا معانا لاخر 28 تقريبا 28 يناير. بس فاحنا لازم نذاكر يعني وقت اكتر، وهننظم كل حاجة ناخده في اليوم الواحد كذا حاجة، يعني دي الحل الوحيد للمعسكرات. وسؤال تاني تسألني اللي هو ازاي بذاكر الانجليش. انا دلوقتي هذاكر معاكم انجليش للشامل، وانا بذاكر للشامل من الورق اللي الميس بتوزعه علينا في الحصص، او من البوردات يعني من بوردات الشرح بتاعت الميس. بذاكر من الورق، مش بذاكر من الجرامر، يعني مش بذاكره من الكتاب ولا من المذكرة، عشان بحسه ان انا مش ببقى فاهماه قوي، او الميس هنا في الورق بتبقى كاتباه بخط ايديها، فبيبقى الموضوع اسهل بكتير وانت بتبقى فاهم يعني كل حاجة اللي الميس شرحاها. فزي هنا مثلا، فالميس بتشرح معانا في الحصص بنفس الشكل ده، فببقى فاهماه اكتر. تمام. وبالنسبة للكلمات الفوكاب لازم بذاكرها بالورقة والقلم، بقعد اعيد وازيد فيها بالورقة والقلم كذا مرة، وحلها ان انا بكون براجع عليها كذا مرة. يعني الفوكاب لو ذاكرتها مرة واحدة بنساها على طول، لكن انا مثلا قبل الحصة بيوم براجع على الكلمات اللي انا حفظتها طول الاسبوع. الطريقة دي بجد بتخليني افضل فاكرة الكلمات لشهور. وبالنسبة للستوري، انا عندي الميس بتعملها لنا في جمل كده بحفظها، والكلمات بتاعتها برضو بحفظها عشان بتبقى بيجي عليها اسئلة ساعات. بس هي سهلة يعني الترم ده وحباها انا خالص يعني. قولولي انتوا رأيكم فيها ايه، ومين مراكمها ومين لسه مش فاهمها يعني. اهم حاجة ان انتوا تكونوا ترجمتوا الكلام ده وتحفظوه بالعربي والانجليش، عشان ده بيبقى بيسهل عليكم جدا يعني. بس هي دي طريقتي في مذاكرة الانجليش. فانا هقعد اذاكر دلوقتي، بتبقيلي يونت 4 ويونت 5 هقعد اذاكرهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم متنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.